كيف تختار تخصصك الجامعي بكلمة واحدة؟ كيف تختار تخصصك الجامعي في كلمة واحدة؟ في هذا الفيديو مهم جدا، خاصة للناس اللي نجح الباك ولا الناس اللي قارية في الجامعة وما زالت ما عرفتش التخصص نتاعها. الفيديو هذا مهم جدا، كيف تختار تخصصك الجامعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كيف تختار تخصصك الجامعي في كلمة واحدة؟ الكلمة هذه هي كلمة رفق. رفق. هذه الكلمة هي كلمة رفق. راء فاء قاف. لهنا كيف يعني الكلمة هذه تختار بها التخصص نتاعك؟ الكلمة هذه تتكون من 3 حروف، هي الراء والفاء والقاف. الآن الحروف هذه نجعلها في جدول كما ترون الآن. كما راكم تشوفوا الإخوة الكرام، الكلمة هذه هي رفق. عملت لكم الجدول هذا: الراء رغبة، الفاء فرصة، القاف قدرة. تعملها في جدول كما ترون، وتعمل هنا التخصص. مثلا التخصص عندنا التخصصات اللي يعطوهم لكم في الاستمارة هذيك بعد ما تخرج لكم المعدلات. مثلا عندك رياضيات وإعلام آلي، عندك مثلا هندسة معمارية، عندك مثلا طب، عندك صيدلة، عندك مثلا مدرسة عليا، سواء في جميع التخصصات. عندك مثلا ذكاء اصطناعي، عندك لغات، والعديد من التخصصات. المهم هذه مثال. لهنا نعطوا كل تخصص كم يحتاج، يعني العلامة على 10 من هذه الأمور الثلاثة. مثلا الرياضيات والإعلام آلي، كم الرغبة فيها؟ يعني كم عندك الرغبة في دراسة الرياضيات والإعلام آلي؟ نقول مثلا عندك الرغبة في دراسة الرياضيات والإعلام آلي مثلا 7، وفرصة عمل في المستقبل مثلا نقول يعني مثلا 6 مثلا. القدرة مثلا نقول مثلا 7. لهنا تجمع 7 زائد 6 زائد 7 يأتيك المعدل هنا. يعني مثلا 7 زائد 7 14 زائد 6 20 تقسيم 3 هنا تقسم تجيك مثلا 6 فاصل. المعدل تاع هذه الرياضيات والإعلام آلي كي نقيسوها على الرغبة والفرصة والقدرة هي 6 فاصل. نروحوا مثلا الهندسة معمارية. هندسة معمارية مثلا الرغبة فيها مثلا عندك رغبة في الرسم والمباني وكذا، مثلا الرغبة 9. فرصة عمل في هذا الوقت تقدر تخدم فريلانسر أو تقدر تعمل في مكاتب دراسات، نقول مثلا فرصة عمل 7 مثلا أو 6 مثلا، نقول 7. مثلا القدرة هي صعبة شوي، فيها تحتاج تعب وتحتاج مال وكذا، نقول مثلا القدرة مثلا عندك 6 ولا 7 مثلا. أيضا تقسم على 3 يأتيك المعدل هنا كم. مثلا الطب مثلا عندك الرغبة مثلا فيه 10، الفرصة عمل مثلا فيه مثلا 8 من 10. القدرة مثلا عندك مثلا 7، أيضا تقسم على 3 يأتيك المعدل، وهكذا. أيضا الصيدلية أو الصيدلة نفس الشيء. مدرسة عليا مثلا عندك الرغبة فيها مثلا 7، والفرصة عمل مثلا فيها 10، القدرة مثلا فيها مثلا 9 ولا 9 مثلا، وتجمع تأتيك كم. المهم مثلا الذكاء الاصطناعي، أنا مثلا أرى مثلا كثير من الناجحين في الذين عندهم معدلات كبيرة يذهبون إلى الذكاء الاصطناعي. هو الذكاء الاصطناعي هو يعني مهنة المستقبل وكل شيء، لكن هنا في الجزائر هل يوجد من تخرج ويعمل؟ يعني هل فيه فرصة عمل أو لا؟ مثلا نقول أن عندك الرغبة في الذكاء الاصطناعي 10، لكن فرصة العمل قد تكون 6. فرصة العمل فيه قد تكون 6، ممكن في المستقبل قد تكون 10، يعني لا أدري. من نحن نحكي على الجزائر، ممكن تعمل مع شركات أجنبية أو خليجية إلى آخر ذلك، ممكن تزداد فرصة العمل. القدرة مثلا عندك القدرة مثلا في الذكاء الاصطناعي مثلا 7، تجمع وتقسم على 3 تأتيك لهنا المعدل. أيضا بالنسبة للغات بهذه الطريقة أيها الأحبة الكرام، بهذه الطريقة بإذن الله يعني إن شاء الله تعرف كيف تختار تخصصك، ليس بناء على العاطفة، لأنه كثير من الناس تأتي تخصص بناء على العاطفة. أنا أحب ذلك التخصص وهو لا يدري هل فيه فرصة عمل، هل فيه قدرة أن يدرس ذلك التخصص أو لا. أو مثلا ينصحه الأصدقاء، مثلا يقول له روح اقرأ تخصص الفلاني، وبعد ذلك يجد نفسه حاصلا يعني في ذلك التخصص ولا يعرف، لا عنده لا فيه رغبة ولا فيه قدرة ولا فيه فرصة عمل في المستقبل.
لذلك أيها الأحبة الكرام لا تنسوا عمل هذا الجدول، وهو كلمة رفق، الراء رغبة، الفاء فرصة، القاف قدرة. أنا الحمد لله لما نجحت في باك 2010 عملت هذا الجدول، والحمد لله يعني استفدت منه، ويعني أنصحكم أن تعملوا به لكي لا تبنوا التخصص، لأنه هذه حياة، لأنه التخصص هذا ستبني به حياة. قد تدرس 5 سنوات، قد تدرس 5 سنوات وبعد ذلك تذهب تلك ال5 سنوات تجد نفسك في تخصص آخر. لذلك يعني لكي توفر على نفسك الوقت وكل شيء اعمل هذا الجدول. أيضا هناك يعني بعض المتخصصين الآخرين يضيفوا كلمة ألف فتصبح إرفق، في عوض ما تكون رفق تكون إرفق. ومعنى كلمة ألف هنا يعني استشر، لا يعني تستشر تستطيع أن تضيف يعني خانة أخرى اسمها استشر، وتجعل يعني لكن لازم عليك أن تستشير أهل اختصاص في ذلك التخصص، وكل واحد يعطيك العلامة على 10، ثم تضيف تقسم في عود ما تقسم على 3 تقسم على 4. لكن هي باختصار تستطيع بهذه ال3 كلمات تكفي: رفق، الراء رغبة، والفاء فرصة، والقاف قدرة. الرغبة تبنيها على رغبتك وبعد بحثك في هذا التخصص هل فيه يعني عندك رغبة فيه أو لا. والفرصة أيضا تبحث في الانترنت هل فيه فرصة عمل إلى غير ذلك. والقدرة بعد بحثك وبعد استشارتك لأهل الاختصاص هل تستطيع دراسة هذا التخصص أو لا. هكذا أيها الأحبة الكرام. وأول حاجة قبل كل شيء هي الاستخارة. لا تنسوا صلاة استخارة، تدعو الله عز وجل أن يوفقك في هذا التخصص. أيها الأحبة الكرام لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة وعمل جيم إذا أعجبكم هذا الفيديو. بارتاجي هذا الفيديو، خلي الناس تستفيد، خلي ما تستفيدش غير أنت، خلي الناس تستفيد من الفيديو هذا لعله يكون يعني خير للناس إن شاء الله وتستفيد منه أناس كثيرون، خاصة الناس اللي ماشية بدون هدف في الحياة وماشية يعني كما نقولوا اللي يجي يختار له تخصص. واحد يجي والديه ديريكت يقول له روح دير مثلا سوسيو، ولا يقول روح اقرا تاريخ، ولا روح اقرا كذا، وهو لا عنده لا فيه رغبة، لا عنده لا فيه فرصة، لا فيه قدرة. لذلك اختر التخصص نتاعك على حسب هذه المعلومات التي أعطيتك إياها أخي الفاضل أختي الفاضلة. ولا تنسوا الاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو لكل من تعرفهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.